الكنافة بأسهل طريقة تعمليها، وتجيبيها تتلجيها وتهريها وتطلعيها تفرديها في الصينية بالسمنة. وتجيب الصينية تحطي فيها شوية سمنة سايحين وتفردي فيها الكنافة. هو ده بس كل اللي هنعمله. الكنافة دي ما خدتش 3 دقايق على البوتاجاز، احنا هنعملها على البوتاجاز النهاردة، مش هنعملها في الفرن. انت هريتي الكنافه وحطيتيها، حطيتي الصينيه فيها شويه سمنه وهرشتي فيها الكنافه وسويتيها واتكيتي عليها بايدك كده، او لو عندك كيس افرديه واتكي عليها بطبق علشان خاطر تكبسيها وما تطلعش مهريه. وبعد كده شويه سمنه كمان، احنا ما غلفناهاش بالسمن، هنحط السمنه كده بين الطبقات. شويه سمنه كمان، انت معاك كوبايه سمنه هتعملي بيها نص كيلو كنافه، وهترش عليها السمنة كده السايحة، وتحطي المكسرات عندك جوز الهند وزبيب وسوداني، وحطيت عليهم شوية سكر مع جوز الهند والزبيب والسوداني ده، وفردتهم على الصينية كده. الصينية ما تقوليش مقاس قد ايه، ممكن تجيبي صينية صغيرة مقاسها صغير وتطلع القطعة ارتفاعها عالي، وممكن تجيبي صينيه كبيره ويبقى الارتفاع بتاعها بسيط. فانت زي ما انت عايزه، احنا بنقول لك الطريقه وانت تعملي. احنا طول عمرنا لا بنعمل مقاسات صواني ولا بنعمل الشربات بميه قد ايه، انت بتعملي بالويم كده، يعني بالنظر عينيكي وايدك هي مقياس ليكي. جبت بقيه الكنافه، بقيه الكميه، يعني انا حطيت نص الكميه في الصينيه من تحت، وحطيت المكسرات، وحطيت بقيه الكميه تاني من فوق، وكبستي كده سواء بايديكي او زي ما قلنا بطبق او بصينيه، وتحطي بس تحت منه كيس كده علشان خاطر ما يوسخش الكنافه. وبعد كده انت كبستها كده، هتكوني مولعه البوتاجاز على نار وسط، مش العين الكبيره، العين الكبيره هتحرقها بسرعه. العين الوسط او الصغيره، وتخلي النار وسط. وبعد كده حطيتي بقيه السمنه اهو على الوش، وهتحطيها على البوتاجاز. بس دايما ايدك فيها تقلبي على طول الصينيه، يعني تلفي الصينيه على طول كده على البوتاجاز، على عين البوتاجاز، علشان ما تتحرقش او تحمر من جهه واحده والبقيه الصينيه ما تحمرش. لما انت هتبص تلاقيها سابت الجوانب بتاعت الصينيه، تعرفي انها استوت. وبعد كده تجيبيها تقلبيها زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا حطينا السمنه، هي الكنافه بتحب السمنه كتير شويه، مش زي البسبوسه او اي حلويات تانية، هي بتحب السمنه كتير شويه. ولو معلقه سمنه بلدي حطيتها فيها او معلقه زبده وسيحتها كده وسبتها بردت وعملتها بيه، طعمها بيبقى لذيذ. زي ما حضراتكم شايفين حطيتها على البوتاجاز وبقلبها كده الصينيه، بلفها كده على العين علشان ما تحمرش من جهه وجهه تانية لا. وبعد كده هتقلبيها وتحطيها تاني على الجهة التانية زي ما حضراتكم شايفين. قلبتها كده زي ما الحتة السمراء اللي فيها دي، وانت بتقلبيها كده ساعة ما تقلبيها قومي ماسحة الصينية وحطي فيها شوية سمنة بسيطة علشان خاطر اللي انت حطيتيها ما تتحرقش، الجهة التانية ما تتحرقش. حطي لها شوية سمنة من المسيحين اللي عندك، وقلبي فيها كده، لف الصينيه على البوتاجاز لحد ما هتبص تلاقيها هي كمان الجوانب ثابت وبقت الجوانب لونها ذهبي كده. هتقومي مخلصاه شايلاها وتكوني مجهزه الشربات بتاعها كوبايه ونص سكر على كوبايه ميه. احنا مش عايزين نحط كوبايتين سكر وكوبايه ميه، تبقى السكر كتير ويبقى الشربات بتاعها تقيل. زي ما حضراتكم شايفين، عايزين تحمريها حاجه بسيطه كمان، تصفريها حاجه بسيطه يبقى لونها ذهبي، صفري. الاحمر اللي كنا شايفينه الغامق ده بتشيليه بالمعلقه لو انت مش حباه. اللي قدامك دي الشربات بيبقى بارد والكنافه سخنه، دي معلقه سمنه بلدي ما حطيتهاش مع السمنه وحطيتها على الشربات، بس لما الشربات برد فالسمنه مسكت كده، وهي الكنافه سخنه فبيسيح، اول ما بتحطي السمنه بتسيح على طول. وشربت الشربات كله، كل ما احط لها شربات تشربه علشان خاطر هي مستويه تسويه صح. لايكات وتعليقات وشيروا الفيديوهات علشان قناتي تكبر بيكم. الكنافه لها طرق كتير، ممكن تعمليها بالكريمه، ممكن تعمليها بالمهلبيه، ممكن باي طريقه انت بتعمليها، بس ابسط طريقه اللي احنا عملناها دي. وفيه بتبقى ساده خالص ما بتعمليش فيها اي حاجه. الكنافه بتعمليها وتحطها في الفرن او على البوتاجاز وتقومي سقيها الشربات.
طرقها كتير، بس احسن طريقه اللي انت تعمليها تبقى سهله، ما تصعبش عليك الدنيا، وحسب الامكانيات اللي عندك. انا عندي شويه فراوله، حطيتهم في شويه شربات كانوا باقيين عندي، وعلشان خاطر يبقوا يلمعوا كده، وحطيتهم عليها يعني يدوها شكل حلو. وزي ما حضراتكم شايفين متماسكه وشربت الشربات. بس اول ما تسقيها الشربات غطيها باي حاجه، بالصينيه اللي انت قلبت عليها او غطا او اي حاجه، علشان خاطر تبقى طريه. بتحبها مقرمشه خلاص ما تغطيهاش. زي ما حضراتكم شايفين كده شكل الصينيه الجميل، وما خدتش دقيقتين اتنين على البوتاجاز او 3 دقايق، وسهله وبسيطه. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم فيديو جديد.